صباح الخير على كل حبايبي اللي بيشوفوني. صباح الخير يا احلى متابعين في الدنيا، او مساء الخير. النهارده هنعمل ايه؟ اكله حلوه قوي. كل الناس بتعملها ومش حاجه غريبه ولا حاجه. بس هنعمل بفتيك النهارده بطريقه حلوه جديده. هنعمل المكرونه الجامده دي وصلصه حلوه دي، وهنعمل البفتيك ده. يلا نسمي الله. يلا بقى نسمي الله ونشوف معانا ايه النهارده. احنا هنعمل بفتيك مشوي. بفتيك المشوي يا جماعه ما بيتعملش غير من حتتين بس، يا اما الانتركوت او بيت الكلوة يا اما الفيليتو. انا دايما بعمل معاكم الفيليتو. هقول لكم التوابل ايه معايا: ملح وفلفل سماق، بابريكا، بصل وثوم باودر وزر الورد، ومعايا بهارات لحمه، ومعايا اللحمه البيت الكلوة زي ما قلت لكم او الانتركوت. بصوا معايا خل. انا لما بيبقى اللحمه فليتو ما بحط لهاش خل عادي، لكن دي يمكن اشد شويه، فممكن احط لها ايه، معلقه خل كده ولا حاجه. اقول لكم التوابل تاني كده سريعا: ملح وفلفل اسود، بهارات لحمه. عايز تحطي جوز الطيب حطي، بس انا البهارات بتاعتي فيها جوز الطيب حلوه قوي، فبكتفي باللي بيها يعني. ومعايا سماق، معايا زر الورد، السماق ده حلو جدا للمشويات. ومعايا بابريكا، ومعايا بصل وتوم باودر. هقلب كده التوابل على بعضيها. طبعا اللحمة طبعا كل ما تتبل فترة كبيرة. نقطع بقى دلوقتي البصلة بعد ما قلبنا التوابل. نقطع بقى البصلة. الجريل اللي انا جبته ده بصراحة حلو جدا، كنت جايباه من ميكس سنتر. كان نيو كلاين تقريبا. حلو جدا. انا كنت جايباه ب365. بس بجد حلو قوي يعني. انا شفت كذا جريل ما عجبنيش، ده حلو قوي. بس مش عارفه بصراحه دلوقتي بقى بكام. طبعا اكيد بقى رقم تاني خالص. انا جايباه بقى لي كام شهر اصلا، كنت منزله لكم حتى حلقه المشتريات بتاعته. وفكرته حلوه قوي ان هو بيتقفل وممكن تفتحيه ويتعمل اتنين زي ما احنا هنسوي على النار دلوقتي وهوريكم. وبينجز طبعا لو انت كمان عايزه تعملي كميه. البصل ده مش هنرميه يعني هنتبل بيه بس مش هنرميه يعني. هنشويه كمان، وهنشوي مشروم، وهتبقى هيصة النهاردة. تقريبا البصلاية بايظة، بوريكم مش عارفة في حاجة حصلت. البصلة طلعت بايظة. البصل الأحمر خلاص. مش عايز يتجاب خلاص، هو اتجاب بقى الأبيض لأن الأحمر خلاص قديم وأكتريته بايظ أصلا. فيعني انا ما بحبش الابيض بصراحه قوي، بس انا في الوقت ده بحب اجيبه عشان بيبقى هو اللي بيبقى فيه كويس يعني، بيبقى فيه ميه وكويس. التاني ده خلاص بيبقى بايظ بطريقته وناشف كمان، بيبقى ناشف جدا البصل الاحمر دلوقتي. البصل الابيض اصلا نشف. قطع كده فلفل كمان. يلا بقى ان شاء الله ما حد هوش. طبعا الليمون ده حاجه اساسيه في البفتيك عامه او البانيه يعني. حبيبي الليمون ده لازم، ما بستغناش عنه. انا اول حاجه بنزل اجيب فيها الخضار لازم اجيب ليمون، واجيب 2 كيلو كمان. هتقولي 2 كيلو؟ اقول لكم انا الليمون ما بستغناش عنه وبستخدمه في كل حاجه. هعصر بقى بقيه الليمون. عصرت على البصله ليمونه. نعصر بقى الليمون كده. طبعا الليمون زي ما قلت لكم، في ناس ممكن تقولك الليمون ده بينشف اللحمه كده. لا طبعا مفيش الكلام ده. لو اللحمه نفسها طريه وحلوه اصلا، لو انتي قطعاها من حته كويسه هتبقى حلوه معاكي، وهو ما بينشفش ولا اي حاجه الليمون. بالعكس ده هو بيديها كمان مزازة. نحاول كده نشيل البذر. طبعا لو انتي بتعملي رجيم او حاجة، احط كده التوابل هنا واحط كمان على البصل. طبعا احنا هنعمل مكرونة، بس انتي ممكن تعملي الوجبة دي وتاكليها كده. يعني تاكلي المشروم مع اللحمة مع البصلة مع الطماطم مع الحاجات دي كلها حاجات مشوية. وممكن تعملي الحكاية دي في لحمة، يعني قصدي سوري فراخ بانيه او فراخ عادية. يعني ممكن تعمليها برضو وتبقى وجبة كده، ان هي يعني زي خضار مشوي.
معاها وكده. وممكن تحطي كوسة آه، تشويها مع البصل والطماطم وكده، ودي تبقى يعني خضار مشوي مع البفتيك او البانيه او كده. دي وجبة حلوة يعني لو بتعملي رجيم او انتي اصلا مش حابة تاكلي مكرونة اصلا، فممكن تعمليها معاها يعني. وطبعا عايز تلغي المشروم براحتك. اصلا لو انتي اصلا ما عندكيش لحمة او فراخ، المشروم ده يعني يعتبر ان انتي كلتي لحمة او فراخ عامة يعني. لو الناس اللي بتحب المشروم. حطيت كده شوية بصل من تحت واحط الباقي فوق الوش. ودايما زي ما بقولكم لما نيجي نتبل البفتيك لازم نفرده كده عشان يتبل كويس، ما يبقاش متطبق، عشان تتأكدي ان التوابل دخلت فيه كلها. اللحمة اصلا كانت طرية جدا وما كانتش مستحملة ان انا اقعد اقلب فيها يعني. عشان كده انا حطيت البصل من تحت وحبة من فوق، عشان ايه؟ نتأكد ان الدنيا كلها متبل. هسيبها بقى كده كام ساعة. انا عملتها من الصبح عشان تلحق تاخد في ملحها، هسيبها تتبل كده. وتعالوا بقى نعمل صوص المكرونة. ممكن تغطيه وتحطيها في التلاجة يعني عادي. تعالوا بقى نعمل صوص المكرونة. حطيت سمنة. هحط بقى كام معلقة صلصة طبعا. دايما بقول لكم الصلصة تحطوها على الزيت او السمنة الاول قبل ما تحطوا الطماطم. بتبقى طعمها كده احلى طبعا. احسن ما تحطيها على القوطة، لا خليها تتشوح شوية الاول. وهحط ملح وفلفل وبابريكا، مش هحط اي حاجة تاني. المكرونة مش بحط لها ولا توم ولا بصل ولا اي حاجة. لو حابة تحطي ممكن تحطي معلقة بصل بودر. حطيت ورقة ماجي وملح وفلفل وبابريكا مش اكتر. هقلبهم كده واسيبهم شوية كده، بحس ان ايه، الصلصة ابتدت يعني تشكشك كده مع نفسها. اصفي بقى الطماطم واحطها عليها. انا ما بحبش احط الطماطم غير لازم اصفيها في اي حاجة حتى المحشي. هنحط بقى سلق المكرونة دلوقتي. حطيت مية وحطيت ملح وهحط كده المكرونة. مش هنحط اي حاجة تانية في المية. خلاص الطماطم اتسبكت. حطيت لها حبة مية سخنة صغيرة. وحطيت فلفل حامي على رومي. حطيت ليه المية السخنة دي علشان انا سلقة المكرونة مش سلقة تمام يعني، سايباها شوية وهعملها زي ما اكون بقبقة كده. انا بحب اعملها كده بتبقى حلوة جدا. بسبك الطماطم قوي وبحط لها كوباية مية وبخلي المكرونة تستوي معاها تاني. تعالوا بقى نشوي اللحمة. طبعا الجريل زي ما قلت لكم انا فتحته وقسمته اتنين عشان احط البصل والطماطم لوحديهم واللحمة لوحديها. لازم اللحمة تاخد تشويحة لوحديها الاول. انا معلية النار وبعدين هوطي عليها، بس اللحمة بس تشد الاول. بصلاية كانت عايز تيجي معايا قلت لها امشي، ابعدي خالص مالكيش دعوة بيا. اللحمة دلوقتي طبعا انا بحطها دلوقتي تكش اصلا. بصوا بقى حطيت هنا زي ما اوريكم كده هنا وهنا. حطيت برضو هنا شوية سمنة وحطيت البصل بقى والفلفل والحبشتكنات كلها. مش هنحط طبعا المشروم دلوقتي. انا هسيبهم كده على نار عالية يتشوحوا وبعدين عشان ما ينزلوش مية. وبعدين هوطي النار بس اما الاقيهم بقى ايه خلاص ابتدوا يغيروا ويعملوا لون يعني يتشوحوا، واقلبها على الوش التاني. هبتدي اوطي النار عليها واسيبها تستوي براحتها. خلاص بقى اللحمة ابتدت تتشوح فقلبتها على الوش التاني اهو. بصوا انا مش هحط لها مية، هسيبها تتشوح كده. زي ما قلت لكم اصلا اللحمه طريه. لو انت حاسه ان هي مش طريه يبقى لازم تسيبيها تاخد لون كويس جدا وتبتدي تحمر قوي.
وبعدين تحط لها شويه ميه صغيرين تدريجيا. لكن لو اللحمه انت عارفه ان هي طريه ما تحطيش ميه خالص. انا ما بحط. بصوا بقى، انا مش حطيت دي مش ميه، ده الصوص بتاع البصل والطماطم والليمون وكل الحاجات دي. بص، انا ما بحطش ميه زي ما انا قلت لكم، انا بحب احط كده الصوص بتاعها. لكن الميه بتبوظ طعمها وبتحس ان هي مش مشويه. طبعا انا حطيت هنا عشان كمان البصله تستوي. والصوص ده، الميه دي اللي هي البصل والطماطم وكده والليمون، دي هي اصلا فيها كل التوابل وكل الطعم. خلاص بقى، اللحمه اتشوحت والبصله استوت وكل حاجه تمام. اخر حاجه هنحطها المشروم. انا عن نفسي ما بحطش ميه للحمه لما بتتشوي، بالذات الفريتو. ولا دي كمان، انا بحس كده ان هي مش مشويه ما احطهاش ميه. لو انا حسيت ان هي عايزه محتاجه حاجه بحط الصوص بتاع البصل. خلاص بقى، حطيت البصل على اللحمه على المشروم على كل حاجه، وهغطيها كده مع بعضيها شويه وارجع تاني. واخر بقى حاجه حطيت بقدونس طبعا عشان الريحه والجمال. ومش عايزه اقول لكم، كانت بجد حرفيا تحفه. المشروم زي ما انتم شايفين مستوي اهو، واللحمه مستويه والبصل والطماطم وكله دايب دوب. والله كانت حاجه كده تحفه. وجبه متكامله وحلوه ومفيده جدا وما بتتخنش. ومن غير المكرونه اي حاجه. شايفين اللحمه دايبه ازاي؟ بجد حرفيا كانت حلوه جدا. خلاص بقى، المكرونه سخنت، شايفينها حلوه ازاي وغرقانه في الصلصه. بصوا كملت سواها بقى وبقت تحفه بجد، كانت حلوه قوي. جربوها، جربوا اللحمه بالطريقه دي. لايك بقى وشير للفيديو وسبسكرايب، واللي ما فعلش الجرس يفعله عشان يوصلكوا كل جديد مني. واقول لكم سلام عليكم.